ايه رأيكم في شكل القرنبيط ده؟ بأمانة خطير. شايفة لونه؟ شايفة قد ايه هو ناشف، مش شارب زيت خالص. تعالى اوريهولك كمان من جوه. شايفة القرنبيط؟ بأمانة تحفة. عاملين له خلطة في منتهى الجمال مع شوية ليمون بقى مخلل كده. احلى اكل. تعالي بقى كملي معايا الفيديو وانا اقولك احنا عملنا القرنبيط ده ازاي. اول حاجة بجيب القرنبيطة وبقطعها بالشكل ده، وبكون حاطه حله على النار فيها ميه بتغلي. تعالوا بقى نسلقه على النار. معايا ميه بتغلي على النار، بنزل عليها بمعلقه ملح كبيره، نص معلقه كمون. تنزلي بالقرنبيط بتاعك بالظبط، بتقعديه 5 دقايق. اوعي تسيبيه اكتر من كده عشان القرنبيط بتاعك ما يتهريش. ومن عقبال ما القرنبيط يتسلق، تعالي بقى اقولك على الخلطه الجميله بتاعتي بعملها ازاي. معايا بوله فيها كوبايتين كبار من الميه، هنزل عليهم بملح وكمون وكزبرة وسنة بسيطة من الشطة، والشطة دي طبعا اختياري. معايا واحدة من الطماطم بشرها، معايا كزبرة خضراء، ومعلقة كبيرة من الثوم، معلقة كبيرة من النشا، نص معلقة من البيكنج باودر، معلقتين كبار من الفيجيتار او البقسماط. هنا انت بتنزلي بالدقيق. انا عايزه عجينه ولا هي تقيله ولا هي خفيفه، لان لو معاكي العجينه خفيفه هتسيل منك في الزيت، ولو تقيله هتبقى كابسه معاكي. شايفين السمك اللي انا عايزه اوصله اهو، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. وعلى ظهر المعلقه بحط نص معلقه كركم. بامانه بيبقى لونه جميل جدا، الكركم بيديله لون صفار كده، بيبقى لونه تحفه بصراحه. بنزل عليهم ب3 من البيض. تقلبيهم بقى كويس. ودي خلطة القرنبيط اللي احنا هننزل فيها القرنبيط. تعالوا بقى نشوف القرنبيط بعد ما اتسلق. بصوا هو ده سوا اللي انا عايزاه، ولا عايزاه مهري ولا عايزاه ني. خلاص بتقطعيه بقى عشان ما يبقاش تخين قوي كده معاكي. الطريقة دي بتحطيه في الخليط، وبنكون حاطين زيت على النار بيسخن معانا. تعالوا بقى نقلي الخليط كده، وفي الزيت على طول بتنزليه. بصي ما تقلبوش بقى لما ياخد لون من تحت وبعدين تقلبيه. اعملي الخلطة دي بأمانة رهيبة جميلة جدا. بصوا هو كده لونه جميل قوي. انا هطلعه. وهو ده شكل القرنبيط. شايفين شكله جميل ازاي؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم.